بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بناء على طلبكم هنعمل مع بعض العيش البلدي. عملناه اكتر من مرة على القناة، بس كنا بنسويه على عين البوتاجاز وبعد كده تحت الشواية. النهاردة هنعمله في فرن البوتاجاز مباشرة من غير عين البوتاجاز خالص، لان في ناس كتيرة طلبت مني الموضوع دوت وقالت لي ينفع نسويه على طول على صاجة الفرن بتاعة البوتاجاز. فقلت لهم ينفع، بس للاسف لما جربوه نشف معاهم وما قدروش يظبطوا الحرارة بتاعة البوتاجاز بتاعه الفرن يعني، ونشف معاهم وكانوا يعني متضايقين ان النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لهم، وطلبوا مني اني اعمل لهم الفيديو عن الموضوع دوت ويكون عملي قدامهم ويشوفوا بالظبط النتيجه وطريقه التسويه بالظبط. زي ما انتم شايفين العيش طري جدا وزي الفل، وهتشوفوا طريقه التسويه معايا خطوه بخطوه، وهفضل معاكم باذن الله لحد ما خلاص ما تشتروش عيش من بره تاني خالص. قبل ما ابدا بس الفيديو، في معلومه او في حاجه عايزه اوضحها لناس معينه. دايما بيسالوني بيقولوا لي احنا كده مش بنوفر. هم مش بيسالوا يعني، بيقولوا لي احنا كده مش بنوفر. طب ما احنا نروح نشتري، نقف في الفرن ونشتري عيش بكميه اكبر من كده بكتير. طيب العيش اللي انا عاملاه دوت حجمه متوسط زي ما انتم شايفينه كده، ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. وزن الرغيف من دول 200 جرام، الوزن الواحد 200 جرام. تعالوا بقى اشتروا كده عيش من اللي انتوا هتجيبوه من الفرن. هتلاقوا يعني ايام انا ما كنت بشتري كان وزنه 60 جرام، دلوقتي كمان صغروه عن الاول، يعني تقريبا كده بقى 50 55 جرام. بصراحة معرفش، مش بشتريه، بس انتوا ممكن تقارنوا ما بين ده وما بين ده. يعني رغيف واحد بس من دوت بيعمل 3 أرغفة من اللي احنا بنجيبهم من بره. انا العيش ده لما بعمله بقسمه كده بالنص، وهو نص واحد بس يا دوبك بيكفي الفرد لانه مشبع جدا. وبعدين يعني سيبكم من الوزن والكلام ده كله، كفايه النظافه، كفايه ان انت اللي عاملاه بايديكي في البيت. وكفايه ان انت ضامنه نظافه الدقيق ونخلاه كويس وعارفه انت بتاكلي ايه لاولادك. معلش انا اسفه طولت عليكم، بس دي معلومه كان لازم اوضحها. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. معايا هنا كيلو من الدقيق منخول كويس ايا كان بقى نوع الدقيق. حطيت عليه معلقه كبيره ممسوحه من الملح، وهحط عليه كمان معلقه كبيره من الخميره. وهبتدي دلوقتي معايا هنا الميه دافيه جنبي، وهبتدي اعجن واحده واحده. طبعا احنا اتكلمنا على طريقه العجن في اكتر من فيديو قبل كده. في بقى حاجه عايزه برضو اوضح عليها. انا بحط معلقه خميره على كيلو الدقيق، مش معنى كده ان انت لو عملتي 3 كيلو دقيق تحطي عليهم 3 معالق خميره. الكلام ده مش صح خالص، العجين هيبوظ منك، وانا وضحت الكلام ده قبل كده، لكن الظاهر في ناس ما خدتش بالها. كيلو الدقيق ما ينفعش احط عليه اقل من معلقه خميره. اقل من المعلقه مش هتخلي العجينه ترفع معايا. لكن المعلقه ديت ممكن تعمل معاكي لحد يعني 3 كيلو 2 كيلو 3 كيلو. مش عشان انا بحط معلقه واحده على الكيلو يبقى كل كيلو احط عليه معلقه. فهمتوني؟ يعني انا لما بعمل 3 كيلو بحط عليه ظرف كامل، يعني بيبقى حوالي 12 جرام، بيبقى حوالي معلقه واقل كمان من الربع كده بشويه. ده الظرف كامل دوت بعمله لحد 4 كيلو كمان. فاهمين قصدي؟ هتعملي 5 كيلو يبقى تحطي مثلا معلقه ونص، وواحده واحده ايدك هتبقى ميزان بعد كده، او عينك هتبقى ميزانك، وهتقدري تحددي او تعرفي الكميه اللي تعمليها. المهم ان انا وضحت المعلومه ديت، ويا ريت كل الناس اللي باظ معاها العجين وقالوا ده سحك معانا خالص وكان بيلزق، ومهما نحط في ميه بعد ما خمر برضو سايح خالص معانا، ده بيبقى بسبب العجينه. عرفت بعد كده بسبب الخميره، عرفت بعد كده ان هما كانوا بيحطوا على كل كيلو معلقه خميره. لا، انا ما ينفعش بس احط على الكيلو اقل من معلقه. تمام كده؟ طيب خلاص كده انا عجنت العجينه وسبتها لحد ما خمرت معايا. طبعا الجو حر، ما خدتش اكتر من نص ساعه وكانت اختمرت وحجمها زاد زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى دلوقتي اقطع. انا بقطعه كده يعني الحجم اللي انتم شايفينه ده كده بيديني حجم رغيف متوسط، ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. انت حابه تصغري كمان عن كده، حابه تكبري عن كده، براحتك خالص. طيب كيلو الدقيق عمل معايا بالحجم دوت كام رغيف بالظبط؟ عملوا معايا 12 رغيف بالظبط. 12 رغيف بالحجم دوت. لو كبرتي عن كده هيعمل معاكي حوالي 11 او 10 كمان. صغرتي عن كده هيرمي معاكي اكتر من كده كمان. تمام كده؟ انا دلوقتي قرصته اهوت خلاص على الرده بتاعتي. وبالنسبه للناس اللي ما تعرفش ايه هي الرده، الرده دي اللي هي نخاله القمح، الناس اللي خارج مصر. بعد ما بقطعه زي ما انتوا شفتوه كده لازم اسيبه حوالي 10 دقايق كمان علشان يعني حجمه يزيد ويخمر كمان شويه.
بعد كده على الرخامه ابتديت ارش شويه من الرده اللي هي نخاله القمح، وببتدي بفرد كده. تفردي بايديكي او بالنشابه، مفيش اي مشكله خالص. انا المره دي كده فردت بايدي، الرغيف دوت كده فردته بايدي عشان اوريكم ان حتى لو مفيش نشابه ممكن تفرديه بايديكي عادي خالص. طيب الرغيف مش بيتنفخ معايا، وانا اتكلمت عن الموضوع دوت اكتر من مره. الرغيف يا جماعه ليه كذا سبب ان هو يخليه ما يتنفخش. اول حاجه ان انت ممكن تكوني بتضغطي عليه قوي وبترققيه قوي. تاني حاجه ممكن تكوني بتضغطي من النص، نص الرغيف دوت، يعني خليه ايدك خفيفه، لازم يكون سمكه اتخن شويه من الحروف، لان هو دوت اللي بيدخله الهواء وبيوزع الهواء داخل الرغيف كله وبيخليه يتنفخ معاكي كله. تمام كده. طيب خلاص، انا في الوقت ده كده كنت خلاص شغلت الفرن على درجه حراره متوسطه من تحت، والشوايه من فوق بتكون عاليه. انا هوريكم دلوقتي يعني الحراره بتاعه البوتاجاز. يعني انا هخلي الفرن والشوايه شغالين مع بعض، لازم يبقوا الاتنين شغالين مع بعض. الفرن تكون درجه الحراره بتاعته متوسطه والشوايه تكون عاليه. طبعا اول ما بحط الرغيف على الصاجه كده على طول لازم اقفل باب الفرن شويه. انا بس ما قفلتوش علشان بس اوريكم الرغيف، لكن لازم اقفله شويه زي ما انتم شايفين كده، قفلته شويه علشان الحراره تنفخ لي الرغيف وكمان تسويه كويس. بعد خلاص ما بيتنفخ كده خلاص، يبقى هو استوى من تحت، باخده على طول باي معلقه او باي حاجه وبحطه تحت الشوايه كده على طول من فوق. تمام كده، وافضل كده احرك فيه تحت الشوايه لحد ما ياخد لون كده كويس من فوق، واللون اللي انا عايزاه يستوي وياخد كمان اللون اللي انا عايزاه ابيض شويه، عايزاه محمر شويه، براحتنا بقى خالص. ياخد لون من النص بس ومن الجناب كمان برضو براحتنا خالص. زي ما انتم شايفين كده العيش طالع اصلا من الفرن طري جدا. طبعا لما بيطلع بحطه كده على بعضيه، واول ما بيبرد خالص بحطه في كيس علشان يفضل طري معايا. بصوا طبعا انا ما كانش ينفع اشيل الصاجه علشان اوريكم الحراره بتاعه الفرن من تحت، بس هوريكم درجه حراره الشوايه. الفرن من تحت متوسط، ما يبقاش هادي ولا عالي، لان لو هادي هينشف معاك العيش، ولو عالي قوي هيحرق لك الرغيف من تحت. زي ما انتم شايفين اهو الرغيف بيتنفخ اهو معايا. تمام كده. اول ما يتنفخ كده معايا باخده كده على طول وبشيله واحطه تحت الشوايه. اتاكد بس ان هو كمان استوى برده من تحت، وبعد كده بحطه تحت الشوايه على طول. اهي درجه حراره الشوايه بتبقى عاليه، يعني اعلى حاجه يعتبر على الشوايه، لكن الفرن من تحت بيكون درجه حراره متوسطه. طيب لو انا درجه الحراره المتوسطه دي بالنسبه للفرن بتاعي برضو واطيه وخلت العيش نشف معايا، اعلي شويه. طب لو العيش لسع معايا من تحت بسرعه، خد لون بسرعه وكان لسه ناي من جوه، يبقى اهدي شويه. انت عينك لازم تبقى ميزان، ولازم من اول رغيف تعرفي ايه السبب وايه اللي بيخلي العيش يطلع ناشف معاكي او محروق معاكي، وتقدري تظبطي دنيتك. وادي العيش بتاعنا بعد ما خلص، شايفين طري ازاي؟ والله العظيم في منتهى الجمال، اللي يشوفه والله العظيم ما يفرقهوش ابدا ابدا عن اللي بيتعمل في فرن الخبيز او اللي بيتجاب من بره. طري جدا اهو. انا كمان سيبته لحد ما برد خالص. طبعا اول ما بيطلع بحطه فوق بعضيه عشان يفضل طري، وبعد كده اول ما بيبرد تماما كده بحطه في كيس واربطه، ولو عامله كميه كبيره بشيله في الفريزر وهو طري كده، علشان بعد ما اطلعه ويفك معايا يبقى طري برضو زي يعني اكني لسه عاملاه بالظبط. الطريقه مضمونه 100%، جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.